بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بمشاهديني الغاليين، انا فادي قاسم. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك والشير والاشتراك. زي ما انتم شايفين كده انا افتكست طبق كده، ما كانش على البال ولا على الخاطر الصراحه. لقيت جوزي داخل لي شويه كوسه، بيقول لي انا لقيت شويه كوسه كده صابحين وعاجبني جدا وانا نفسي فيها. اعمليها زي ما انت عايزه، تعمليها بقى طبيخ، تعمليها محشي، افتكسي اي حاجه وانا راضي بالنتيجه. قلت له ماشي، انا هعمل حاجه جديده كده وزي ما تطلع كده وهنشوف النتيجه ان شاء الله، ولا طلعت حلوه هنزعها. قال لي ماشي. زي ما انتم شايفين كده جاب لي كوسه صبحه حلوه، غسلتها طبعا كويس جدا. تغسلي الكوسه حلوه قوي لان الكوسه بيبقى على السطح بتاعها رمله مش باينه، تغسليها كويس جدا. بعد ما غسلتها قطعتها كده على 4 تربع، وجبت طلعت طبعا القلب بتاعها، طبعا مش هرميه، بس انا قطعته كده زي ما انتم شايفين شرايح. ومسكت بقيه الكوسه قطعتها كلها شرايح كده زي القلب. القلب طبعا مش هترميه، زي ما بقول لك قطعنا الكوسه كلها كده شرايح رفيعه كده اقلام كده. ما اخدتش طبعا مني وقت، انا بقى بنقطعها ومش عارفه انا هعمل ايه. يعني جات لي فكره كده وقلت اعملها، وزي ما تطلع مش عارفه طعمها هيطلع حلو ولا لا، بس الصراحه طلعت في منتهى الجمال. عملت الكميه كلها كده. انا عارفه طبعا الكوسه بتبقى باسله، يعني انا حتى لما بنعمل الكوسه محشيه لازم احط لها كل واحده كده احط لها شويه ملح علشان ما تبقاش باسله قوي او عدمه وتبقى طعمها مش لطيف. حطيت لها معلقتين ملح كبار وحطيت شويه ميه كده عليهم، دوبت الملح فيهم وسبتها في الميه والملح قد ساعه. قلت عبال ما احضر بقى الخلطه بتاعتي ونشوف هنعمل ايه. حطيتها كده على جنب وجبت راس توم كده حلوه محترمه كده، وقطعت التوم بتاعي كده بالسكينه. مش هتفرميها ولا حاجه، لا بالسكينه قطع كده اهو. تعملي راس التوم كلها. انا مش هنحط بصل، انا هحط التوم بس، لكن لو انت عايزه تحطي بصلايه كمان مفيش مشكله. وكم قرن فلفل كده الوان برضو مقطعاهم قطع صغيره. واللحمه المفرومه جبت حته سمينه كده قطعتها عليها. انا مش هنحط لها سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، هنكتفي بالسمين بتاع اللحمه بتاعتنا. حطيتها كده وسبتها على النار شويه وقعدت اقلب فيها لغايه ما السمين ده ساح واللحمه بتاعتي بدات تفك كده وتستوي معايا واحده واحده. هنقلب فيها كده لغايه ما تستوي معانا. شايفين نزلت الميه بتاعتها على نار هاديه كده، هسيبها لغايه ما تستوي كانك بتعملي عصاج بالظبط. بس بدل ما تحطي بدل ما احط بصل حطيت توم. زي ما بقول لك لو عايزه تضيفي كمان بصلايه مفيش مشكله. هنا برضو معلقه صلصه كده من اللي عاملاها في البيت، حطيتها معلقه واحده عشان تدي لون للكوسه اللي هحطها. شويه ملح بقى على شويه فلفل اسود وقلبتهم. ما بحطش بهارات كتير عشان ما تغيرش الطعم. كمان صوص صويا صوص، معلقه صويا صوص، معلقه هوت صوص، حاجه كده شطه. لو ما عندكيش هوت صوص هتحطي شويه شطه او قرن فلفل حراق، يعني اللي موجود في البيت هينفع. كمان شويه شايفين اخدت اللون كده، معلقه الصلصه عطتها اللون. وبعدين برضو هنحط معلقه دبس رمان. شايفين بتدي لون وبتدي مذاق جميل جدا. تفضلي في ايدك كده بتقلبي لغايه ما تحسي ان اللحمه بتاعتك استوت كويس. شايفين لونها جميل ازاي. هنا بقى صفيت الكوسه بتاعتي من الميه، ما غسلتهاش، صفيتها من الميه اللي هي كان فيها الملح وحطيتها على اللحمه بتاعتي. انتوا عارفين طبعا ان الكوسه ما بتاخدش سوا، يعني 10 دقايق كده بتبصي تلاقي الكوسه بتاعتك استوى. قلبتها كويس على اللحمه. شايفين عشان تشرب طبعا من طعم البهارات اللي انا حطاها وطعم اللحمه. هتقلبيها كويس جدا وبعدين تغطيها وتوطي عليها بقى خالص. توطي عليها كده قد 10 دقايق كده، هتبصي تلاقي الكوسه استوت بقت تمام التمام. يا سلام بقى لو عندك شويه جبنه موتزاريلا او شويه جبنه موتزاريلا على جبنه تركي، بتبقى في منتهى الروعه. انا كان عندي جبنه موتزاريلا كده، حطيت شويه وسبتها تسيح كده وقلت برضه ادوق. زي ما بقول لك انا كنت اول مره اعمل الصنف ده، طلعت في منتهى الجمال. شايفين الجبنه السايحه بقى. كمان لما تيجي تغرفيها كده في الاطباق وهي سخنه برضه كده، تحطي عليها الجبنه على الوش كده، بتطلع في منتهى الروعه.
زي ما انتم شايفين كده حطيت شويه جبنه على الوش، حطيتها في الميكروويف ساحت الجبنه وبقت جميله جدا. انت ممكن تعمليها جنبها رز، ممكن تاكليها بالعيش، ممكن تاكليها حتى حاف لانها مش تقيله خالص. طبعا انا ما حطيتش سمنه ولا زيت ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت معلقه دهون من دهون اللحمه، لو ما عندكيش هتحطي معلقه سمنه مش اكتر ولا اقل. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معكم خديجه قاسم.